السلام عليكم ورحمة الله. ولي الأفاضل في أي مكان، تحياتي لكم جميعا. حديثي سريع حول قضية الرهبان، وما كنت أريد لأتحدث في الموضوع يعني باختصار بسيط. تحدث فيها ناس كثير، وأيضا أنا تحدثت فيها ربما على بعض القنوات، لكن لفت انتباهي أمر أعتقد أنه بالغ الأهمية وبالغ الخطورة. شهادة ربما ستكون لها تأثير بارز في المستقبل، فأردت التعليق عليها بسرعة والتذكير بها. قبل أن أذكر هذه الشهادة وصاحبها، معروف بما لا يدع مجال للشك أن جيا أو ما يسمى ليجيا في الحقيقة هم أوبليفيال، هم بالتعدد الجماعات الإسلامية المسلحة. كانت في الغالب وإن لم تكن كلها، لكن كانت في الغالب مخترقة من قبل المخابرات الجزائرية. إضافة إلى ذلك أن هناك جماعات أنشأتها المخابرات أساسا، وكانت تسمى أيضا أنها جزء من الجيا. الجماعات خاصة لما وصل زيتوني إلى باعتباره أميرها الرئيسي، طبعا هي كانت جماعات مشتتة في كل مكان، لكن كانت لها نوع من إذا شئنا نوع من القيادة الشبه مركزية اللي هي القيادة العامة. وكانت الجماعات انضمت لهذه فيما يسمى بالوحدة في أعتقد في 94. لما وصل زيتوني إلى قيادة هذه الجماعات بعد مذبحة في زملاء آنذاك، خاصة محمد السعيد وعبد الرزاق رجام وإلى آخره، المفروض كانوا هذا هم القيادة من قيادات الجماعة. طبعا قام بذبحهم تماما وتولى هو القيادة الرئيسية. معروف زيتوني، وهناك شهادات متعددة جدا من أنه كان يعمل. هناك شهادات تقول أنه كان يعمل بشكل مباشر، مثل السمراوي، العقيد السمراوي كتب في كتابه أنه كان جمال زيتوني كان عامل للمخابرات بشكل مباشر. لكن هناك شهادات أخرى تقول، وأيضا شهادة أخرى لأحمد شوشان، الكابيتان أحمد شوشان، اللي قال أن الجنرال كمال عبد الرحمن وآنذاك أعتقد الجنرال طرطاق، أو كان ذاك عقيد بشير طرطاق، طلبوا منه أن يكون نائب لزيتوني في 95 لما كان خرج من السجن، أو كان راح يخرج من السجن، مما يثبت أن زيتوني كان عميل مباشر للمخابرات الجزائرية. لكن كان شهادات أخرى تقول الحقيقة ربما كان مخترق أكثر منه عميل، بحيث أن هناك كانت مجموعة محيطة به هي اللي كانت تديرها المخابرات، وهو كانوا يديروه نتيجة لأنه كان إنسان بسيط في عقله، وربما حتى ساذج. يعني نعرفه أنه هو كان تاجر دجاج، كان يبيع دجاج في إحدى المحلات، وأصبح فيما بعد بقدرة قادر رئيس أو المسؤول العام على الجماعات اللي كانت تقاتل النظام الجزائري. بين الشهادات أيضا اللي أثبتت أن المحيطين به كانوا يديروه هو شهادة عبد القادر تيغا، اللي شهد في قضية الرهبان، وقال أنه الرهبان اختطفناهم احنا عن طريق الجية، وعن طريق شخص كان لعب دور أساسي اسمه مولود عزوت. مولود عزوت هذا لمن لا يعرفه كان هو رئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات الخارجية في الجية، بمعنى أنه كان يرأس تقريبا أهم جهاز داخل الجية آنذاك. ومعروف مولود عزوت هذا بالرغم أنه لا توجد له صور، ولكن موجود له في شريط من الأشرطة اللي بثت، واللي كان يتحدث كان يصور فيها في الجية، كان يصور في أيام كانوا يديروا في الوحدة، كان هو المصور. المصور هذا كان يسموه بالحاج. فيه لو نجد اللقطة هذه ربما نضيفها إلى هذا التدخل بسرعة باش الناس تعرف عن من نتحدث. هذا مولود عزوت كان هو اللي يصور بالكاميرا، ومعروف أنه كان عميل رئيسي للمخابرات. يذكروا عبد القادر تيغا وتذكروا مصادر أخرى، وهذا هو اللي كان أدار عملية خطف الرهبان. بغض النظر، لأني لا أريد أن أتدخل في قضية خطف الرهبان أكثر بتفاصيل، لكن ما يهمني في هذا كما قلت هو شهادة جديدة لأحد الرئيسيين أو أحد الأشخاص مهمين جدا في الجية، وهو عبد الحق العيادة. عبد الحق العيادة صرح لقناة فرنسية، هي قناة فرانس 24، كانت عملت برنامج حول هذا الموضوع قبل 4 أو 5 أيام، وقال بتصريح معين، قال كلام بالغ الخطورة وبالغ الأهمية،
واعتقد انه الناس اللي كان عندهم شكوك حول انتماء الجية للمخابرات خاصة في ايام زيتوني، الان بعد شهادة العيادة الناس راح تكتشف ان الامر خطير للغاية، بحيث ان هذا مؤسس الجية، احد مؤسسيها، واحد الذين لعبوا يقال لنا دور رئيسي في الجية خاصة في البداية، يقول بالحرف الواحد مالي، واستمعوا إلى ما يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. القائل في محكم تنزيله: ولا تكتموا الشهادة، والصلاة والسلام على رسول الله، ولا نخاف في الله لومة لائم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكركم على هذا الاهتمام الذي تمنيناه أن يكون على قنواتنا الوطنية فيما يخص القضايا الداخلية للبلاد والعباد. أما بخصوص القضية التي أعطي لها كل هذا التأويل والتهويل الإعلامي والسياسي، سواء من الطرف الجزائري أو الفرنسي المستبد، فشهادتنا نقدمها أمام الله والملأ والتاريخ. فإن الرهبان السبعة الذين قتلوا في تبذيرين سنة 1996 نقول فالمسؤول عنهم هي السلطات الفرنسية السياسية والعسكرية، حيث أعطوا الذريعة للجماعة الإسلامية المسلحة بتنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد الخيانة المزدوجة من طرف السلطات الفرنسية بعد تحاورها وتجاوزها للقنوات الدبلوماسية بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلد الغير والتحاور مع الجماعة الإسلامية المسلحة. أما الخيانة الثانية أنها أوفدت الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالجزائر الذي يحمل رتبة جنرال دون علم السلطات الجزائرية، الذي حاول التلاعب والتجسس على الجماعة فتفطنت له، مما دفعها إلى تنفيذ الحكم في الرهبان. وهنا أشدد على أن المسؤولية تتحملها السلطات الأمنية الفرنسية المتمثلة في الدي جي اس او والدي اس تي. ولكن للأسف الشديد أنه كنا ننتظر من ساركوزي أن يعتذر للشعب الجزائري على مجازر فرنسا في بلد 1,500,000 شهيد، إلا أنه أطلق العنان لحادثة تعتبر فرنسا المسؤولة عنها وانتهت بالتقادم. والسلام عليكم.